انا اللي بشكرك ولازم تكون متاكد ان احنا في افتتاح المصنع لازم هنكون موجودين، لان الدواعي بتاع افتتاحه بالفيديو كونفرنس تجاوزناه الحمد لله. الكوفيد خلصت بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن انا هقول تعليق عام على كل اللي انتوا قلتوه. كل اللي انتوا قلتوه. المشكله في واحنا بنتكلم ان كل مننا عايز ياخد الحد الاقصى في كل حاجه. عايز المثال في كل شيء. طب مش ممكن هنقدر نعمل ده. حتى الحوار الوطني اللي انت بتتكلم عليه دي خطوه في الدوله المصريه وفي اي حته في الدنيا. الحركه حركه كل واحد فينا لما يجي يناقش الموضوع بيطلب ان هو ياخد وده مش غلط يعني، بس انا بحب ان انا القي الضوء عليه. انتم مش الدكتور ولا الشادي ولا اي حد خالص، لكن احنا اتفقنا كلنا ان احنا واحنا بنناقش اي موضوع ان دي خطوه من خطوات. حتى الحوار الوطني اللي انت بتتكلم عليه هي خطوه مش نهايه المطاف. لازم نكون متاكدين من كده. حتى العفو الرئاسي دي خطوه من خطوات، ما تنساش. ولما اتكلم لان الاستاذ محمد قال ايه؟ مش عايزين نتكلم في الماضي. مش كده؟ انا قلت مش كده؟ لا، ما اقدرش ما اتكلمش في الماضي، لان الماضي كان ممكن يخليكوا، وانا مش بخوف حد بيه، انا بسجله لكم. ان نجاكوا ربنا مره ما تستناهوش ينجيكوا كل مره. ان نجاكوا ربنا مره اسمع واسمعوا كلكم. كان ممكن يبقى كتير من المصريين رايحين على دول تانية. فالفضل هنا مش لحد، الفضل هنا لله. ولما بقول لكم كده الناس بتستغرب قوي، يقول انت بتقول كده ليه؟ مش انت كنت انت اللي اتحركت؟ ده ربنا نجاكوا يا مصريين. انت بتتكلم على بتقول لي 25 يناير وانعزلت عن العمل السياسي 7 سنين من بعدها عشان الحكايه. يا سيدي هو اللي عمل الانتخابات وجاب الناس مين؟ انا اللي جبتهم. ما تردوا عليا. انا اللي جبت الناس دي. الشعب. لا يا فندم، انا بتكلم بجد. الشعب. مش انتوا عملتوا اتعملت حاله، الحاله دي افرزت، الدوله فكت، والاساس اللي كان موجود قبل كده ما بقاش موجود. وبعدين حصل ايه؟ عملنا انتخابات، البرلمان جاب اللي انتوا شفتوه، صح كده؟ طيب مش راضيين، ما رضيتوش ليه؟ طيب كويس. وبعدين عملتوا انتخابات رئاسيه جابت اللي انتوا شفتوه. يعني خراب في خراب يعني. والله العظيم يعني خراب في خراب يعني. طب انت عشان تتخلص من الخراب ده اكمنك ما شفتش تداعياته وربنا يسلمها عليك، جاي تطلب كل حاجه كامله. جاي تطلب كل حاجه كامله وكأن البلد ما كانتش في ازمه كبيره جدا جدا. انا عايز اقول لك على حاجه واقول لك يا دكتور شادي، احنا اتكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد احداث 25 يناير. مش كده؟ لا، غير الارهاب. غير الارهاب. انت الاحتياطي بتاعك اللي كان موجود خلص في سنه ونص. اللي انت قعدت 7 10 15 سنه تكونه، ولا انا بقول يا دكتور معيد 20 تكونه في 15 20 سنه الدوله ماتت عقبال ما عملته. انت جيت في 25 يناير لغايه للانتخابات كنت مخلص عليه. طب هو بيرجع يعني بيرجع ازاي يعني؟ هو بيرجع ازاي يعني؟ بعدين جه مشي راح ضارب الكنايس وضارب الجوامع وضارب محطات الكهرباء وضرب كل شيء. ويزعل اخويا عبد المنعم يقول لي ايه؟ طب والناس اللي موجوده ده انقاذ وطن. ده ايه؟ انقاذ وطن.
لا، ده اللي هيحاسبني عليه مش انت. ده مش انت اللي هيحاسبني عليه، ربنا. يقول لي ضيعت ال100 مليون خليتهم مشردين في كل حته. انا ما بخافش ابدا، ولو كنت خفت كنت زمانكم دلوقتي كلكم في خراب ودمار للبلد دي. خراب ودمار. اوعوا تنسوا. مش تقول لي يا ترى الحوار هيوصل لايه؟ انت بتطلب الحد الاقصى في كل شيء ليه؟ اسمع، الدولة دي عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة. معاك المبلغ ده هتعمل استحقاق دستوري ازاي للتعليم؟ مش بتقولوا كده؟ انت عايزين نضحك عليكم كلكم؟ تقول لي استحقاق دستوري للصحة. هو انا معايا فلوس للكلام ده؟ انا الدولة، مش انا عبد الفتاح. الدولة المصرية معاها أموال لل100 مليون تعمل لهم تعليم. 25 مليون بني آدم في التعليم الأساسي. عايزين أكتر من 400-500 مليار جنيه تعليم. طب أنت بتديهم كام؟ ده أنا بقول لو 10,000 جنيه للفرد، للطالب يعني. انما الطالب بيتكلم عشان تديله تعليم زي الدول المحترمه والدول اللي عندها القدره 10,000 دولار. يعني عايز مني 250 مليار دولار. اجيبه منين؟ انا اجيبه منين ولا مصر تجيبه منين؟ ونفس الكلام للصحه. الارقام المطلوبه مش موجوده يا جماعه، ولازم احنا كلنا نبقى موجودين على ارض الواقع. الكلام ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه تردي في كل شيء. القطاع الإداري للدولة اللي بتتكلم عليه، هو ده وليد النهاردة ولا وليد ال20 سنة اللي فاتوا ولا أكتر من كده؟ طب أنت النهاردة إذا كنت أصبت بمرض خلال 40 سنة، عندي حاجة أعمل كده أخلصه؟ يا ريت. تعالى مستشار معايا، انا بكلم بجد والله. وكل اللي تطرحه اعمله، وابقى انت واجه الناس بيه ويقول ان انا حققته. وانا والله العظيم هسقف لك، وسقف لكل واحد يقدر يحل مسألة في مصر. الكلام هنا حاجة، وانا بقول لكم انكم بتتكلموا في النقطة دي. الكلام حاجة والعمل التنفيذي حاجة تانية. ده مش معناه ان احنا صح او احنا عملنا كل حاجة صح كدولة، لا والله. انما هي خطوات بنمشيها. لو ما طولناش بالنا على بعض وتفهمنا الواقع ده، انت هتطالبني بمطالب يا محمد انا مش هقدر البيها لك. وانت بتفكر ان انا متقاعس. طب انا هتقاعس ليه كحكومة أو كمسؤولين؟ طب ليه؟ يعني عندي يعني؟ لا. أنا عايز أقول لك إيه، وأنا قلت الكلام ده يا شادي وأنت سمعته قبل كده مني كتير. قلت إنك أنت أي طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتكلم على السياسة المالية والسياسة النقدية ويحط لك خريطة طريق للحل. وده كلام مش غلط، بس وأنت بتعمله وأنت بتنفذه أنت محتاج هتنفذه بأفكار. بإيه؟ بأفكار. وهديك مثال على الفكرة عشان تبقى يعني واصله لك. يعني حاجة على وزارة الصحة. أنا كقدرات دولة من منظور الإمكانيات المتاحة ما أقدرش أوفر الأرقام اللي تتطلبها وزارة الصحة طبقا لمعايير المعايير الطبية للعدد السكاني اللي موجود. صح كده؟ طيب مثال، أنا عندي 500 مستشفى، دايما أقول الرقم ده ولا أكتر. دلوقتي بيقول لي 700. ال 700 مستشفى دول يساوي نص المطلوب. صح كده؟ نص المطلوب. لو أنت بتتكلم في 105 مواطن مصري عايز لهم ضعف المستشفيات ديت، وبالتالي ضعف كمان الأطقم الطبية اللي شغالة. يبقى أنت بتتكلم الأول
في تكلفة إنشاء، ثم بتتكلم في تكلفة تشغيل. عبد المنعم يقول لي الدكاترة والأطقم الطبية بتاعتك في المستشفيات بتاعتك مش كويسة. هو أنت بتقول لي بتاعتك ليه؟ ما تقول بتاعتنا. ما تقول إيه؟ طبعا بتاعتنا. أنت بتكلمني أنا ليه؟ هو اللي شغال في المستشفى ده مش أخويا وأخوك؟ هو اللي شغال في المدرسة ده مش أخويا وأخوك؟ بتكلمني على إن أنا المسؤول عنه بس. لا، إحنا المسؤولين عنه كلنا. لكن أرجع تاني، طب الرقم المطلوب مش موجود، وعلى الأقل هياخد فترة عقبال ما ربنا سبحانه وتعالى بجهدنا كلنا، بشغلنا كلنا، بصبرنا كلنا، ما تتوفر الأموال المطلوبة لإيه؟ إن أنا أنفذ لك الاستحقاق. أنتوا مش بتقولوا في أطباء مشيت من مصر؟ مشيت ليه؟ ده حوار على الهوا ساعة المستشار. مشيت لأن أنا ما بدلوش كويس. أنا ما بدلوش إيه؟ فهو راح يدور على فرصة تانية. ولما جه الدكتور خالد قلت له هنزود عدد الخريجين بتوع كلية الطب، لأن احنا مش هنقدر نقول للناس إيه؟ ما تسافروش. ما اقدرش، دي حريات. صح. واحد يقول لي طب ما انت اللي علمته صارف عليه. صحيح، بس ما اقدرش احبسه جوه البلد، يعني اقول له لا ما تطلعش. فانتوا النهارده بنتكلم على ايه؟ ان القضيه اللي بيني وبينكم في الحوار، والقضيه اللي بيني وبينكم في اي تحدي او اي موضوع بنطرحه، انت بتطالبني بالحد الاقصى او بالنموذج المثالي، وده مش ممكن هقدر اعمله، ومحدش قدر يعمله. حتى انت في حراك مستمر. الدوله في حياتها والشعوب في حياتها في حراك مستمر من اجل الافضل، تحقق خطوه ثم خطوه ثم خطوه ثم خطوه. وبعدين بالمناسبه والخطوات لا تنتهي، والخطوات لا تنتهي. اذا انت سؤالك ليه لما بتقول لي ايه انت يعني تتوقع ايه؟ انا قلت من ناحيتي كل اللي هتقولوا عليه هعمله. طب عايز مني ايه تاني؟ كل اللي هتقولوا عليه هعمله. طب هعمل ايه تاني؟ يكفي بس. يعني اللي هيقولوا اللي هتقولوا عليه مين انتم؟ يعني مش الدكتور علي الدين ماسك اللجنه بتاعه الحوار السياسي، والدكتور احمد جلال ماسك الاقتصادي، والدكتور والمهندس خالد عبد العزيز ماسك المجتمعي. صحيح. مش كده؟ اللي هتطرحوه احنا بننظر ليه بكل تقدير واحترام لجهد متواصل ونقاش متواصل بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر. انما النهايه بيجمعنا حاجه واحده، مصلحه صحيح وطن. صحيح. مصلحه ايه؟ وطن. ارجع بقى تاني. اذا انا ما اقدرش يا عبد المنعم ان انا اقول للدكتور خالد مش هقدر ادبر لك الرقم المطلوب لعلاج 105 مليون انسان طبقا للمعايير الطبيه الحقيقيه. ده ممكن تقارنه ازاي؟ هديك مثال واضح. في امريكا التامين الصحي او التكلفه الطبيه 3 تريليون دولار. كده كام؟ تريليون. 3 تريليون دولار، وهم تقريبا 375، قول 400 مليون. اذا كل 100 مليون ياخدوا ايه؟ 75. مش كده؟ 75 مليار دولار. اضربهم في 30. 750 يا ريس. لا لا اقصد كل 100 مليون ياخدوا 750 مليار. 750 مليار دولار. اضربهم في 30. انت بتتكلم في تريليونات مش موجوده. اذا انا ما عنديش غير الفكره يا عبد المنعم. اقول له ايه؟ اقول له بقول لك ايه؟ اعمل لي مبادره للفيروس سي. طب بقول لك ايه؟ احنا في نقاش مستمر. طب ما تعملوا مبادره للكشف عن الامراض الساريه، واحنا بنعمل دي معاها. طب بقول لك ايه؟ طب ما تعملوا لنا مبادره اخرى للكشف عن اورام السرطان. طب ما نعمل مبادره لضعف السمع، وناخد الولاد وهم حديثي الولاده، لان ده امر اكتشافه مبكر بيبقى بيحل مساله. صح كده؟ بالمناسبه الاستهداف ده اقتصادي. طب ليه؟ لان انا مثلا في امراض زي امراض السرطان للسيدات يعني، وتحديدا الصدر يعني، الكشف المبكر يخليك ما تخشش في مراحل لا معاناه للمريض
ولا تكلفه للعلاج. صحيح. صح كده؟ فانت اذا في الدوله اللي زي ظروفها زي مصر ما عندكش غير الافكار اللي تواجه بيها نقص قدراتك. يبقى الدكتور ولا اي حد واحنا بيتكلم معانا بيقول لي الموضوع الفلاني، قول لي فكره اعملها. المهندس بقى بيقول لي احنا ممكن قوي في ابدا نقدر نحل المساله وكده. الكلام اللي انت قلته ده انا قايله للدكتور مصطفى مدبولي وقلت له احنا مستعدين. لو انت تقول لي ان احنا نزود الحوافز ل 50 60 مليار يا دكتور معيد، ويكون ده عوايده، مش كده؟ مش اتفقنا على ده؟ معلش يا فندم، موضوع يعني دعم الصادرات، احنا كان متوسط الدولة المصرية على مدار السنين اللي فاتت وحضرتك عارف ما بيزيدش عن 6 مليار. السنة دي الموازنة الجديدة في عز الأزمة الاقتصادية قفزنا إلى 30 مليار، وسيادة الرئيس قال أنا عايز لو عندنا مساحة نكبر الرقم أكبر. بس احنا بنوري احنا طلعنا من السنة اللي فاتت اللي هي موازنة هتخلص 30/6 ده من 8 مليار دعم صادرات محطوط 30 مليار اللي هتبدأ من 1/7 مع ميكنة كاملة ليها، عشان حضراتكم كنتوا بتقولوا بنقعد سنة عقبال ما نصرف، بحيث ان احنا نقدر في 3 أشهر بالظبط بحد اقصى تبقى المبالغ مصروفة. ده علشان نزود زي ما حضرتك قلت موضوع الصادرات. ده كله احنا بنتحرك في اطار قدرات دولة. احنا لو كنا نقدر نحط 60 مليار ونحطهم مرة واحدة كنا هنعملهم، بس احنا طلعنا قفزة من 8 ل 30. رجال الصناعة نفسهم ما كانوش مصدقين ان احنا هنقدر ان احنا نوفي هذا الرقم، لكن الدولة المصرية بتتحرك في هذا الشأن بكل قوة، لان احنا نعلم تماما ان كل جنيه بنقدر ان احنا ندبره ونساعد بيه الصناعة ممكن على طول بينتج كذا دولار او اقل شوية في عملية الصادرات. بنتحرك في هذا الموضوع فعلا بهذا الشأن. اشكرك دولة رئيس. احنا سعداء بكل اللي انتوا قلتوه ومقدرين كل اللي انتوا قلتوه واللي قاله اخويا الشاب الجميل عبد المنعم. وانت قلت لي اللي انا عندي تصور اللي يخلينا طبعا. لا انت تيجي تشتغل معانا في ايه؟ مش تيجي تقول لي خد تعال انت. انا بتكلم بجد. تعال معانا. واي حد مرحب بيه يا عبد المنعم اذا كان هيضيف حاجه لمصلحه بلدنا. انا ابقى مش كويس لو ما رحبتش بيك. واي حد هيقدر يقدم حاجه لبلدنا انا والله هبقى مش كويس، هبقى خاين. ها لو طبعا اي حد يقدر يحط طوبه انا هسقف له، لان هي ايوه طبعا. بس يا جماعه على مهلكم، مش على مهلكم عليا، لا والله، على مهلكم على نفسكم، على مهلكم مش عليا. انا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا اسمع يا عبد المنعم الكلمه دي، اراد ان انا اكون هنا، مش انا خالص ربنا اللي يعلم خالص. لان انا كنت عارف يا عبد المنعم حجم المشاكل اللي فيها مصر، وعارف ان قدره الناس على التحمل ليها مدى برضه. ليها ايه؟ مدى. لكن برضه انا كنت متصور والله العظيم 3 ان المصريين ما هيستحملوا، لكن الحكمه العجيبه انهم استحملوا. دول جدعان يا ريس قوي جدا قوي والله، والله العظيم، والله العظيم. بعيد بقى عن كلام يعني الكبار، يعني والله العظيم المصريين اثبتوا خلال ال10 سنين اللي فاتوا دول. اسمع، اللي قدمت شهيد واللي قدمت مصاب ما اتكلمتش، ومش بس ما اتكلمتش، تقول لي عندي كمان شاب قدوة. التحمل بتاع الظروف الاقتصادية اللي احنا بنتكلم فيها، هو مين اللي مستحملها؟ انا ولا كلنا؟ كلنا مين؟ كلنا المصريين. بس انا بقول لكم تاني، وارجعوا الاول خطاب قدام 2، انا عمري ما قلت كلام معسول لكم على ان الامور هتبقى خضرة والمعايا صفايح العسل وبطرمانات الزبدة. لا، انا قلت البلد دي عايزة شغل يا فندم، شغل من نار على طول. ان كنت الكلام ده
ما قلتوش قبل كده وجيت خدعتكم وقلت لكم ده انا معايا كل حاجه حلوه هخلصها، وبعدين تراجعت الوعود اللي انا قلتها. ده انا قلت اللي احنا عايزين نشتغل ليل ونهار من الساعه 5 الصبح. قمت انا الساعه 5 الصبح وانتم ما قمتوش. قمت انا. دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده يعني. العفو يا فندم، اتفضل. لا لا لا. ربنا يكرمك. عليه الصلاه والسلام. حاضر. طب اقول الكلمتين دول وبعدين حاضر 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 حاضر. فنرجع بس تاني. لا احنا ما تحقق بالنسبه لظروف مصر وامكانياتها. كتير من الدول بتقول انتوا عملتوه ازاي. كتير من الدول بتقول انتوا عملتوه ازاي. انت ظروفك ما تستحملش انك تعمل اللي انت عملته. بس خلي بالك الموضوع كله كان افكار اللي بدأنا فيه المؤتمر. صحيح. ان العاصمة دي فكرة ايه؟ انت بتتكلم على الجهاز الاداري. طب الجهاز الاداري عشان نحسن من ادائه معمول في العاصمة بميكنة كاملة، وبندخل عليه نسبة ذكاء اصطناعي حسب قدراتنا في الاستيعاب وفي الإعداد. عشان إيه؟ عشان الدولة المصرية في أدائها على مستوى الوزارات وعلى المستوى اللي بين الوزارات يبقى إيه؟ يبقى كويس، يبقى أفضل وكده. طب إحنا دفعنا جنيه من الموازنة للعاصمة؟ طيب ماشي. طب دفعنا جنيه من الموازنة للعالمين؟ طب والله ما دام انتوا مش عاملكم ايه بس، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدنا جنيه من الدوله. مش كده يا دكتور معيط؟ هو الدكتور معيط معاه حاجه عشان يدينا نعمل العاصمه؟ انما خلي بالكم وانا بكلمكم كده شركه العاصمه، وانا قلت الكلام ده قبل كده، انتوا مش عايزين تصدقوا ليه؟ مش انتوا، كل اللي بيسمعني ليه مش عايز تصدق ان فكره العاصمه دي معموله على ان انا احول الارض التراب لفلوس؟ أيوة. أنا ما عنديش غير الفكرة لحل المسائل في ظروف اقتصادية صعبة لدولة فيها 105 مليون. ما حدش قال يا عبد المنعم تعالى حل لي مسألة إن أنا كنت في 2011 80 مليون ودلوقتي 105. طب أنت زادت مواردك 25 مليون اللي جم دول، زادت مواردك إنك أنت تلبي لهم مطالبهم في كل القطاعات، الإسكان والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والتشغيل. لا طب ما انت لما هتيجي تتكلم في الحوار الوطني هتقول لي التشغيل فيه عندك مشكله. صحيح في التشغيل عندي مشكله. لو نزلت ل 4% او نزلت ل 3% او نزلت ل 2% ده كويس، بس اعملها ازاي؟ في حاجه انا اعملها وفي حاجه احنا نعملها كلنا. انا قطلت عليك معلش سامحني، لكن بقول لك تاني انت ما بتقوليش خدي معاك. لا لا تعالى يا اخويا بجد اسمح لي دكتور مصطفى. تعالى يا عبد المنعم احنا عايزينك. طبعا كل شاب وكل شابه تقدر تعمل حاجه في مصر انا مرحب بيك. اسمح لي يا ريس. نعم. ردا على هذا الامر، انا بشوف انه اللي حضرتك طرحته فكره انه لما يبقى حد عنده وجهه نظر وبيقدمها حضرتك عندك استعداد لاستيعاب، واعتقد انه ده امر لم يكن بيحدث مع الاحزاب بالذات اللي منها احزاب زينا في جانب المعارضه. وبالتالي أنا بحيي حضرتك على هذه الخطوة، وبأكد على أنه أنا وكل الناس اللي معانا في أحزابنا وفي التيار الديمقراطي المصري في كل وقت جاهزين بكوادرنا وجاهزين برؤانا أنها تكون في خدمة الدولة المصرية وفي خدمة مستقبلها، وده اللي احنا بنحاول نبرزه في واحنا عبد المنعم مرحبين. وأنا هختلف معاك في كلمة المعارضة. ليه تقول معارضة؟ ما تقول احنا. لأن احنا لسه مش الأغلبية. لا أبدا أبدا، الموضوع مش أغلبية، احنا واحد. أكيد. خلونا واحد احسن. ده تصنيف برلماني يا ريس. خلونا واحد احسن. برلماني يا ريس. هو تصنيف برلماني بالظبط. التصنيف البرلماني اللي اتعمل ده عملوه بشر، والكلام اللي انا بقوله ده كلام بشر. بقول احنا واحد، دولتنا كلنا طبعا يا ريس. شكرا جزيلا.